بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر جمعية الإنسان على هذه المبادرة الطيبة التي تستهدف الرفع من التعليمات ديال التلاميذ عن طريق الدعم، ومن خلال الأقوال ديال التلاميذ المستفيدين تبين بأن هناك استفادة ملموسة، أن مجموعة من التلاميذ استطاعوا يتجاوزوا مجموعة من التعثرات، سواء جميع المواد، سواء في الرياضيات، في اللغة العربية. تبين ذلك من خلال مناقشاتهم ومن خلال ما أدلوا به من آراء. تنشكر جمعية الإنسان اللي هي بالفعل استطاعت تنخرط في التنمية عن طريق الدعم التربوي كأساس، وهذه يدخل في من مداخل الرؤية الاستراتيجية الوطنية ل 2015 2030 اللي جات بها الوزارة، وكفاعل المجتمع المدني استطاع أنه يدخل من واحد المدخل اللي هو التعليم والمساهمة والرفع من تعلمات التلاميذ والتلميذات ديال المنطقة. وشكرا. والصلاة والسلام على النبي الأمين. أما بعد، كان لنا في هذه الأمسية شرف الحضور إلى حفل بهيج أقامته جمعية إنسان على شرف الأساتذة والأعضاء الذين ساهموا في خلال هذا الموسم الدراسي بمجموعة من دروس الدعم لصالح تلاميذ المؤسسات المختلفة. في الواقع هي بادرة طيبة قامت بها جمعية إنسان من باب تشجيع السادة الأساتذة، ومن باب أيضا إعطاء أو العرفان بالجميل في حق كل من ساهم بقليل أو كثير في أنشطة الموسم الدراسي بأكمله. أبان السادة الأساتذة على مواهب وعلى قدرات كبيرة في المجال، وأظهر التلاميذ أيضا أظهروا أولا أظهروا فرحا وكذلك سرورا بخصوص هذا الحفل، وأظهروا أيضا عزما كبيرا على إن شاء الله الرحمن الرحيم المجيء في الموسم المقبل، وهم على أتم استعداد من أجل المضي بهذه الأنشطة نحو الأمام إن شاء الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأكتفي بهذا القدر وشكرا. محمد الأوني. بالطبع الأستاذ يقوم بالدعم في جمعية إنسان بجماعة نمرو جداد. اليوم كنا في حفل تكريم لمجموعة من الأساتذة بما فيهم عبد ربه. نشكر جمعية إنسان للتنمية الاجتماعية التي اعتادت على هذا الحفل التكريمي في نهاية كل سنة دراسية، اعترافا بمجهودات الأساتذة الذين يبذلون كل جهود من أجل التلاميذ ومن أجل الدعم المدرسي. نتمنى إن شاء الله أن تتكرر مثل هذه المناسبات، وشكرا للجميع والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا تنبغي نشكر البوابة الإخبارية التي نجدت خمسة التي قامت بتغطية هذا النشاط الذي تقوم به الجمعية سنويا، وهو نشاط يأتي بالاحتفال بأساتذة الدعم الدراسي اللي تيديروا الدعم الدراسي في الجمعية ديالنا، جمعية إنسان للتنمية الاجتماعية بالنمرو. صراحة نود أن نشكر باسم الجمعية هذه الأساتذة الذين هم في خدمة الجمعية لمدة تقريبا 4 سنوات، وخدمة مجانية يقومون بمساعدة التلاميذ، مساعدة التي هي قيمة، مساعدة التي أعطت الشيء الكثير لهذه التلاميذ حيث يحصلون على نتائج متفوقة، سواء في إعدادية فركلة، في إعدادية المنصور الذهبي أو إعدادية الوحدة. تنبغي نشكر بزاف هاد الأساتذة على الدعم ديالهم، على التطوع ديالهم. هذا الحفل ما هو إلا شيء صغير في حقهم. قدمت لهم شواهد تقديرية، نشكرهم جزيل الشكر، ومجددا نود أن نشكر بوابة سجداد الإخبارية على هذه التغطية، وشكرا جزيلا. أنت الأرض المباركة بتلك الأفراد، وصية الصبر والنصر والعز قالوها، فلا تخالف خطى الأسياد. فمن قلب أسرير أبعث الرحمات، وأروي حكاية الأجداد. أحبابي أنتم في القبور ونحن هنا، ما زلنا على الدرب دوما رغم أيام السواد.
فوعدا منا ووعدا لتراتيلكم عماد، فوعدا منا ووعدا لتراتيلكم عماد.